تخيل تدخل مكان كل ما تمشي فيه خطوة تحس ان انت قربت تخرج، بس الحقيقة ان انت عمال تضيع اكتر، والمتاهة دي هي حياتك انت. زمان في اسطورة يونانية كان في واحد اسمه ديدالوس، هو عبقري بس مش عشان بيخترع حاجة، هو عبقري عشان بيبني افكار. يوم من الايام الملك طلب منه ان هو يبني له سجن محدش يعرف يهرب منه، فديدالوس بنى متاهة معقدة جدا لدرجة ان اللي يدخل فيها مستحيل ان هو يخرج. وجوه المتاهة ديت كان في وحش اسمه الميناتور. انا عايزك تتخيل معاه ان المتاهة ديت هي حياتك لما تمشي من غير هدف، او انك تفضل تجري ورا حاجة انت مش فاهمها، او انك تفضل تلف في نفس التفكير كل يوم. واخطر حاجة في المتاهة مش انك ضايع فيها، اخطر حاجة في المتاهة انك تكون فاكر انك ماشي صح، وانا زي ما قلت لك في الاول عمال تضيع اكتر واكتر. ديدالوس بنى المتاهة وهو نفسه اتحبس فيها، وده معناه حاجة خطيرة جدا، انك ممكن تبني نظام والنظام دوت هو اللي يحبسك، زي السوشيال ميديا او علاقة غلط دخلتها او افكار عن نفسك. واحد من الفلاسفة قال ان الانسان ممكن يبقى سجين افكاره اكتر من اي سجن تاني. يعني سجنك هو عقلك بيسجنك بالافكار اللي هو بيفكر فيها. تعالى اكمل لك قصة المتاهة. في شاب اسمه سيسيوس قرر ان هو يدخل المتاهة ديت، وقرر ان هو هيدخل وهيطلع منها وهيقتل كمان الوحش، وهو عارف ان هو ممكن ما يطلعش منها او ممكن يموت جوه المتاهه ديت. وهنا بقى تيجي اهم حاجه في القصه ديت. بنت الملك اديته خيط وقالت له اربط الخيط ده وانت داخل عشان تعرف ترجع تاني. الخيط ده هنا رمزيه عن الحاجه اللي بترجعك لنفسك، ممكن يكون هدف، مبدأ، دين، بس من غير الخيط دوت هتدخل المتاهه ومش هتعرف تخرج منها. حتى لو قتلت الوحش هتفضل تايه جوه المتاهه ديت. كل واحد فينا في حياته عنده متاهه، واحد تايه في المذاكره ومش عارف يبدأ، واحد تايه في علاقه ومش عارف يخرج منها ولا يكمل، واحد بقى تاني تايه في دماغه. والسؤال مش ازاي تدخل المتاهه، السؤال ازاي تخرج منها. مش كل اللي بيمشي في الحياه ديت عارف هو رايح فين، واخطر حاجه انك تتعود على المتاهه ديت وتنسى ان في حياه بره. فلو حاسس انك تايه ما تحاولش ان انت تجري اسرع، حاول ان انت تدور على الخيط اللي يخرجك. بس كده، انا يوسف علاء، سلام.